نبدأ بسم الله وندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين، فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. شكرا محمد سعدون الكواري، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أحبتي الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه القمة المنتظرة، في هذا الديربي الخليجي الكبير، وفي هذه القمة العربية التي انتظرها الجميع هنا في استاد خليفة الدولي، الملعب الذي يحتضن هذا اللقاء هنا، حيث تطوف الأحلام في سماء قطر وتلتقي الأمنيات في هذا الملعب الذي يعتبر ملعبا للذكريات بالنسبة لهذين المنتخبين اليوم، وفي إطار هذه الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالنسبة لبطولة كأس آسيا قطر 2023. تنطلق هنا هذه المواجهة ما بين المنتخبين مع كثير من الأمنيات بالنسبة للجماهير العمانية وللجماهير السعودية الحاضرة هنا في استاد خليفة الدولي. شوط أول إذن ينطلق من هذا اللقاء. يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نمر سريعا على تشكيلة المنتخبين. أحمد الكسار في حرس المرمى، هناك حسان تنبكتي، لدينا علي لاجا. نمر سريعا على تشكيلة المنتخبين. الذكريات بالنسبة لهذين المنتخبين. مرحبا بكم في هذه القمة المنتظرة خالدة ومباراة تاريخية. هذا الملعب في اليمين، لكنها بتعود بعد ذلك في الطرف آسيا. كرة تصل سعودية عالية إلى الطرف الأيمن، لدينا أحمد الخميسي، وهنا فرصة عمانية أولى تأتي عن طريق سالم الدوسري في كرة تمرير الآن، لكن في الأخير الكرة إلى خارج الملعب. عندها هدفين في بطولة كأس آسيا ما بين حسان تنبكتي وكذلك خطيرة راسية، ولكن في الأخير تدفي اليسار عن طريق عصام، حاول فيها لكن الذي سجل 3 أهداف على صعيد منافسات بطولة كأس آسيا رفقة الأحمر العماني. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب عمان. الاطمئنان على السلامة. تقنية الفيديو ماذا ركلة جزاء. نعم، هناك ركلة جزاء، والسمع والشاهد هنا الجماهير العمانية السعيدة، الجماهير العمانية السعيدة باحتساب الحكم الأسترالي لركلة جزاء في اللقطة الماضية. اعتراض، ومن ثم أتى القرار. هناك ركلة جزاء لمصلحة الأحمر العماني. هناك ركلة جزاء عمانية بتسديد. وقد هبت النسمات العمانية هنا في دوحة قطر. نعم، هبت النسمات العمانية هنا في دوحة قطر. هذا العماني الصغير يسعد، وكل الجماهير العمانية هنا بصوتها تصدح في مدرجات استاد خليفة الدولي. عمان تتقدم في نتيجة هذا اللقاء. عمان هي من تبدأ هذا الديربي. ديربي أتى من أجل أن يشتعل أكثر وأكثر، لأن الهدف لصالح هذا الديربي، لأن الهدف لصالح هذا اللقاء، لأن خطيرة حقيقة. هنا فرصة في ظل الحديث عن الكرة بتعود مرة أخرى في محاولة مرور في اليمين، منقولة عن طريق سعود. طالت كرة سول من هذا اللقاء. كرة تصل لمصلحة المدار إلى سعود. عبد الحميد عرضية تأتي، ولكن زالت الخطورة مستمرة. السعودية هوبا تحولت إلى خارج الملعب. رمية تماس جميلة، مباراة مثيرة، مباراة رائعة، مباراة بإيقاع ناصر الدوسري في كرة من أمام أرشد، لكن فرصة هذا اللقاء بانطلاقاته بمهاراته. هدف هو تجاوز مرحلة المجموعات، وبعد ذلك ميز دائما على مستوى مختلف الفعاليات. نفذ هذه الكرة للمنتخب السعودي، منقولة كرة عالية في نتيجة هذا اللقاء. وهنا كرة خط، نعم، هنا في استاد خليفة الدولي في تمريرة، نقلة عمانية خطيرة، فرصة للأحمر العماني، فرصة لن تأتي. يذكرني بشيء، اي والله، ادعو احمر عمان. هنا في فرصة عرضية السعودية، كاد ان يعيد الصقور سامي النجعي في اللقطة الماضية، لولا دفاع أحمد الخميسي الذي تصدى في كرة وحول السعودية داخل منطقة الجزاء. بتعود الكرة من مرور، وهنا فرصة تأتي تصويبة.
وفعله سالم الدوسري امام الارجنتين. كاد ان يتكفل امام ارشد الدوسري. ما زال الكره الاولى الى اقصى اليسار باتجاه سعود عبد الحميد. تحول السعودي عن طريق سعود عبد الحميد في عرضيه كاس اسيا. هذه كرة ناصر. شوط المباراة الأول كرة سعودية في اليسار لكن في الطرف الأيمن عرضية خطيرة. مرت من الجميع والسعودي يتساءل. الكرة السعودية الكرة ما زالت لكنها في الأخت. نعم سعود ما زال عنده كرة عرضية. سالم في كرة. هذا الدفاع العماني لكن الحلياتي هنا كاد الحل السعودي أن يأتي أمام هذه الصلابة العمانية إلا أن المخيني. وهذه الراسية وهنا هذا هنا عرضية ترسل. راسية السعودية وصلت في اليمين. محاولة لكن في الأخير في تشكيلة المنتخب السعودي. كل مصلحة المنتخب السعودي تمريرة بينية في تشكيلة الأحمر العماني في مباراة اليوم. مين هنا لدينا فرصة تأتي السعودية خطيرة عند حارس المرمى. جميل فرصة تأتي السعودية. هذا هو سور عمان. تسلل على محسن الغساني في اللقطة الماضية. كرة عرضية ترسل عالية خطيرة السعودية لكن وصلت إلى صالح. الكرة ما زالت الله كأنه يتقدم كأنه في تصويب لكن هنا عليها. هذا جيل يذهب جيل ويأتي جيل. هذا الذي يجري إلى الآن. هذا الذي ترسل هذه الكرة عالية داخل منطقة الجزاء. يحاول طريق أول نحو أن يعيد الصقور. سالم في نقلة. كرة ما زالت سعودية تمريرة بينية. الكرة ما زالت كنو التصويب أمام هذا العماني. أمام متصاعد مع منتخب عمان أمام نجامي. هنا خطأ على اليحيى توغل. فرصة عمانية لثاني الأهداف. هنا التمهيد والتصويب. كاد أن يفعلها الأحمر بجمل المنتخب السعودي. فرصة قائمة إلا أنها خروج حارس المرمى. الحارس عن طريق كنو في لمسة يسقط هنا سالم. يا لعيب يا رائع. صلاح في كرة فعل ولا صلاح. اليحيائي كنترول. سعود في العرضية. كرة سعودية خطيرة هذا الشكل لكن عينك هنا في اللحظة الأخيرة. طرف الايسر محاولة السعودية ناصر والعرضية خطير. فرصة تأتي السعودية التصويب لكنها بعيدة عالية. الراسية تحضر. الشهري هنا في كرة من أجل الثاني الغساني من كرة عالية والراسية تأتي لكنها أيضا مبعدة. عرضية تأتي لكنها إلى خارج الملعب. الله فرصة تأتي من أجل التعادل. السعودي يبحث. لا غرابة فهناك غريب. لا غرابة. نعم فهناك غريب. من يعيد الصقور إلى النقطة الأولى. من يعيد الصقور إلى السطر الأول في هذه القمة. هنا عينك عليه. تقدم توغل سدد سجل وأعطى المنتخب السعودي هدف العودة. من عرضية لكنها بعيدة كانت الكرة. استمرت ترسل الكرة عالية. سعود راسيو من غريب يرسل الكرة عالية لكن التغطية كانت موجودة. تعمدت ألا أذكر الملعب. يا عيني ممتازة جميلة عرضية ودي أمام الشقيقي العماني بالراس جانب الركنية. غريب يرسل كرة عالية والراسية تأتي. تسلل نعم كان موجود في اللقطة الماضية وراية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني. الهدف يلغى. هدف لبليهي يلغى في اللقطة الماضية. الكرة الأخيرة كاد أن يفعلها المنتخب السعودي في اللقطة الماضية لكن الحكم المساعد الثاني رفع راية التسلل. إذن يشير إليه الحكم هنا الإعادة. نعم الهدف احتسب. يا لها من دراما نعيشها هنا في استاد خليفة الدولي. في البداية بدا وكأن الهدف لم يحتسب لكن الهدف احتسب الآن لعلي البلاهي. نعم هدف ثاني لمصلحة المنتخب السعودي. قمة خليجية كبيرة